عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو كده حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. يلا بقى نبدا الفيديو كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى النهارده فيديو مش روتين ولا اي حاجه. لا النهارده بقى فيديو يعني هاشارك معاكم الاكلات اللي انا بعملها بتاعتي في الاسبوع. يعني كده تاخدي منها افكار لو انت يعني ايه محتاره تعملي اكل ايه وكده. وكمان تنفع معاكي افكار ان شاء الله كده في رمضان. طبعا في رمضان بقى بنعمل اكل كل يوم وبنحتار بقى ان احنا نعمل اكلات ايه. فانا النهارده بقى هقولك على شويه اكلات كده ان شاء الله يعني تعجبك كده وتفيدك. بصوا بقى اول حاجه كده انا هعملها معاكم صينيه بطاطس بالفراخ. طبعا دي يعني طريقه معظم الناس بتعملها وجميله جدا وتحفه قوي. بصوا اول حاجه كده انا بشوح الفراخ بتاعتي وبعمل بنزل الفراخ يعني وكده اشوحها. وبعد كده انزل عليها بميه مغليه تستوي معايا، بس مش بخليها تستوي سوا كامل لان انا بحطها على البطاطس تاخد ايه تكمل السوا معاها على البطاطس. وبعد كده بجيب البطاطس بتاعتي بقطعها طرنشات ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي. وبعد كده بقى بحط عليها الفلفل والبصل واحط بقى عليها التوابل كلها اللي عندي ملح وفلفل وكزبرة ومرق الدجاج وبهارات السبع وكل حاجة كل البهارات يعني اللي عندي وكده بحطها. بس كده بقى. وبعد كده بقى احط عليها الفراخ وانزل عليها بالصلصة بقى واحط عليها معلقتين زيت واحطها بقى في الفرن. وبعد كده لما تستوي احطها تحت الشواية. وبعمل جنبها بقى رز بالشعرية عادي زي ما انتوا عارفين. وكمان بعمل جنبها لسان عصفور. وهي دي تبقى الاكله بتاعتي كده بقى اكله متكامله. بصوا صينيه البطاطس شكلها عامل ازاي، كان طعمها حلو قوي. وغرفت بقى الرز بقى خلاص وحطيت جنبها بقى الوراك وكده حطيتها في الفراخ بتاعتي يعني حطها في طبق. وكمان غرفت لسان عصفور. وكمان كنت عامله جنبها بقى عصير فراوله كده. وكانت دي اول اكله يعني اول يوم اكله كده متكامله وفيها كل حاجه. وكانت طعمها حلو قوي. يعني ممكن تاخدي الفكرة ديت او الاكلة ديت تعمليها في يوم ايه كده في رمضان ان شاء الله. تاني اكلة معايا بقى كنت عاملة سمك. سمك ماكريل. انا كنت جايباه وعاملاه بقى بالخلطة بتاعة السمك عادي. توم بقى وكمون وكزبرة وفلفل حامي وفلفل اخضر وفلفل عادي يعني وكده. وبعد كده بقى تبلت بقى بس كده بقى وتبلت بقى السمك بتاعي. تبلته كده من جوه. وكمان بقى قطعت بقى قوطة وفلفل برضو وحبة كده من التتبيلة انا عملتها. وبرضو حشيت بيها السمك بتاعي. وبعد كده بقى حطيت عليه زيت وحطيته بقى في الفرن. وبرضو كان طعمه حلو اوي. عملت جنبه رز ابيض وعملت جنبه سلطة خضراء. بصوا بقى انت لازم يعني السمك ده لازم تعملوه يعني مرة كل حتى على الاقل كل اسبوعين. يعني مش هقولك كل اسبوع كل اسبوعين يعني مرتين مثلا كده في الشهر لان السمك مفيد جدا وطعمه بيبقى حلو. متهيألي مفيش حد ما بيحبوش بجد بيبقى طعمه حلو اوي. دي بقى كانت تاني اكله. تالت اكله بقى عملت بقى اكله كده حلوه كده وسريعه على طول ما بتاخدش معايا وقت نهائي الاكله ديت وفي نفس الوقت حلوه جدا وبنحبها. عملت ايه بقى؟ عملت برجر. بعمله ازاي؟ انا بجيب اللحمه المفرومه بتاعتي عادي وبجيب عليها كيس البهارات البرجر الجاهزة. بس ومش بعمل اكتر من كده. انا جربت البرجر ده بكذا طريقة يعني عملته بكذا طريقة عندي. بس هي دي الطريقة السهلة جدا وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي. كيس البهارات البرجر دوت ومش بحط ملح ولا بحط اي حاجة عليه وبيبقى طعمه حلو. وبعد كده ببقى اشكله زي ما انا عايزة كده وعلى قد يعني الكايزر بتاعي. وبعد كده بقى بحطه نص ساعة في الفريزر بعد ما بشكله. وبعد كده بقى ابدا اقليه واحط بقى في الكايزر بقى بتاعي خس على فلفل على قوطة على جبنة رومي. بحب اوي الجبنة الرومي على البرجر. بتبقى هو لسه طالع سخن بقى كده اول ما بحطها كده بتسيح شوية بتبقى طعمها حلو قوي. وكمان بقى جنبها مخلل وحمرة جنبها بطاطس بقى وكاتشب. واكلة حلوة جدا جدا واحنا بنحبها ويعني انا بعملها على طول. الاكله بقى اللي بعدها عملت ايه؟ عملت لوبيا. لوبيا وعملت جنبها رز بالشعريه والفراخ محمرتهاش انا حطيتها في الفرن حطيتها كده بالصلصه بتاعتها. صلصه كده
طماطم يعني ضربتها في الكبة وفلفل وبصل والبهارات وحطيتها كده في الفرن، محبتش يعني ان انا احمرها، وكانت اكلة برضو حلوة قوي. الاكلة بقى اللي بعد كده عملت قرنبيط. ده القرنبيط ده بالنسبة لي يعني العيش، انا بحبه جدا. فيعني كل فترة كده بعمله. هو يعني بيتاكل كده لوحده مش عايزة حاجة، ويا سلام بقى لو جنبه كده مخلل لفت بتبقى أكلة حلوة قوي. وبحب أعمله صغير كده وعشان يبقى مقرمش ويبقى طعمه حلو قوي. بس كده بقى. والأكلة اللي بعدها عملت ايه، عملت مكرونة بشاميل وعملت جنبها جلاش. بس بصوا المكرونة كانت سخنة كده مولعة، يعني انا غرفتها على طول وهي سخنة، عشان كده يعني تحس ان هي فكة شوية، بس لما بسيبها شوية بتبقى يعني القطعة طالعة كده بقطعتها وبتبقى جميلة. بس انا عملت الغدا بقى، كنا مستعجلين بقى عشان ناكل فطلعتها على طول. وكمان عملت جنبها جلاش. بص انا بحب اعمل مكرونه بشاميل اعمل جنبها يا اما جلاش يا اما سمبوسه. فمش بعملها يعني لوحدها، بعمل جنبها حاجه كده كده. يعني انا بعصج اللحمه المفرومه، فبعمل جنبها اكل يا اما اعمل جلاش يا اما سمبوسه باللحمه او بالجبنه، يعني ايا كان، بس لازم اعمل جنبها حاجه. بس دي كانت اكله كده. ومكرونه بشاميل دي يعني مفيش حد ما بيحبهاش، متهيألي كله بيعشقها. بصوا بقى كان شكلها حلو ازاي. دي بقى كانت السادة او الستة، الاكلة الستة بتاعتي. اخر اكلة بقى معايا يعني انا بحب كده مرة كده وكل فترة نجيب يعني اكل من برا، وبالذات بقى انا لو مشغولة او بعمل حاجة في البيت، او يعني حصل اي ظرف يعني فمعرفتش اعمل اكل، فبجيب يعني اكل من برا وكده. فاليوم ده جبنا ايه بقى، جبت كشري. احنا عندنا محل هنا فتح جديد يعني الكشري وكده، لسه فاتح يعني من فترة قريبة. طعمه حلو قوي. يعني انا من الناس اللي مش بحب الكشري خالص يعني، بس بجيب منه فعلا طعمه حلو قوي. كنت جايبة بقى الكشري وطاجن باللحمة وطاجن بالكبدة. قلت يعني كده نغير يعني اكل كده، يعني كل يوم بعمل اكل وكده نغير في مرة. نجيب يعني اكلة من برا كده ونغير يعني طعم الحاجة يعني اللي احنا بناكلها كل يوم وكده. وجبت كمان بقى جنبها سلطة خضراء بقى الدقة بتاعتها بقى والصلصة وكده بقى اللي جنبها زي ما انتوا عارفين. بس كانت أكلة حلوة قوي، كان طعمه بصراحة حلو. يعني أنا من الناس اللي ماليش في الكشري قوي والمكرونات وكده، لا فعلا طعمه حلو قوي، وبالذات كمان الطاجن بتاعه حلو وطعمه حلو قوي. بس كده انا حبيت بص اشارك معاكم الاكلات ديت، تاخدي بقى منها افكار ان شاء الله رمضان. انتي محتاره تعملي اكل ايه النهارده وكده، وتاخدي فكره. بس بقى كده ان شاء الله استنوني فيديو جديد. مع السلامه.